اعاره او بيعمل اعاره يجددوا له مع الهلال عقد مده 2 أو 3 اخرين. طيب عندنا خبر من اتحاد الكوره وهو احاله كابتن حماده شادي للتحقيق. طبعا اللي مش عارف مين حماده شادي، هو احد مسؤولين اتحاد الكوره في المسؤول عن العلاقات الخارجيه، هو مسؤول العلاقات الخارجيه. طبعا حماده شادي اي واحد لاعب كوره يعني في المنتخبات هيبقى عارف مين حماده شادي، لعيب انساء يعني واحد من المتواجدين على طول في اتحاد الكوره، خصوصا مع كابتن سمير زاهر، وعلاقاته الخارجيه كبيره جدا خصوصا في فرنسا، وهو طبعا يعني انسان معروف على المستوى الرياضي. حماده شادي يمكن سمعنا خبر ان قرر اتحاد الكوره احالته للتحقيق بمعرفه الشؤون القانونيه، وذلك فيما نسب اليه من تصريحات ضد الكابتن مجدي عبد الغني. خلينا نسمع من الكابتن حماده شادي اخر اخبار واذا كان فعلا تحول الى التحقيق ولا لا. مساء الخير يا حماده. مساء الخير يا كابتن حازم، ومساء الخير عليك، ووحشنا يا كابتن حازم. ربنا يخليك، اخبارك ايه؟ كله تمام؟ تمام الحمد لله كله تمام. يعني فعلا في قرار جالك بالتحويل للشؤون القانونيه في الاتحاد الكوره للتحقيق معاك يا حماده؟ انا اللي طلبت ان يتحقق معايا وطلبت رسمي من الكابتن سمير ان لو ما تحققش معايا انا هبعت شكوى للمجلس القومي، وهتروح للمجلس القومي عشان يحققوا معايا هم واتحاد الكوره، مش هم الاثنين بس. وهددت ان لو ما تحققش معايا هصعد اكتر من كده كمان. انا اللي طالب يتحقق معايا في حاجات محدده اروح اقولها قدام المحققين وهم يقولوا من ورايا. طب معلش يا حماده خلينا ناخد واحده واحده. دايما متعودين في الدنيا كلها ان الناس هي اللي بتقول لحد انت جاي يتحقق معاك عشان عملت حاجه غلط. انت دلوقتي انت اللي عايز يتحقق معاك، يعني انت هل عندك اسباب كمهمه انك تروح طبعا انا بشتكي عضو مجلس اداره. يعني ما ينفعش عضو مجلس اداره اشتكيه لاتحاد الكوره، والشؤون القانونيه في اتحاد الكوره هي اللي تحقق معاه. المسؤول عن اتحاد الكوره هو عني وعن عضو مجلس الاداره هو المجلس القومي. يبقى المجلس القومي هو المنوط به التحقيق في الموضوع عشان يثبت اما انا عندي حق في اللي انا قلته وبالتالي يعاقب عضو مجلس الاداره اللي هو مجدي عبد الغني، او اكون انا تجنيت على الراجل وقلت كلام ما حصلش وبالتالي انا العقاب اللي انا استاهله. فانا اللي طالب انه يتحقق. طب ايه حقيقه الموضوع يا حماده؟ يعني انا اعرف من زمان ان انتوا كنت العلاقه كانت طبيعيه مع اعضاء مجلس الاداره كلها يعني، وعلاقتك بيهم طيبه جدا. ولا زالت يا كابتن حازم، انا لا زالت علاقتي بالناس كلها فوق الممتازه، وانت عارف ان انا بقابل الناس كلها في فرنسا دايما وشغال معاهم من زمان في الاتحاد الافريقي وكده. لكن الفتره الاخيره ديت حسيت ان في ظلم وتجني على ناس بعينها من الكابتن مجدي عبد الغني بدون اي وجه حق. يعني ظلم مجرد ظلم. يعني انا ما شفتش في حياتي حد بيتلذذ في اذلال الناس، يعني ما حصلتش. مع احترامنا الكامل للكابتن مجدي يا حماده، مع يعني ده طبعا وجهه نظر. ما عنديش، انا قلت لحضرتك انا مجدي عبد الغني صديق، رغم ان هو طلع في قناه فضائيه قريب وقال مين حماده شادي واتحكم عليا قوي وقال مين حماده شادي دوت وده فاشل وصايع ومش لاقي ياكل، وقال الكلام ده في التلفزيون. ومع ذلك انا مش هرد عليه بالرد دوت، انا هرد عليه بورق رسمي قدام المحققين، وعلى الكابتن مجدي عبد الغني يرد عليا في اللي انا هقوله للمحققين صح او غلط. لو الكلام اللي انا قلته صح يبقى من اخطر ما يكون ويجب محاكمه مجدي عبد الغني. بس خليني برضو اقول لك يعني برضو عشان ناخد وجهه نظر الكابتن مجدي اللي هو عشان مش معانا الراجل، هو بالتالي ممكن يكون قال هذا الكلام لان حضرتك طلع تصريح ليك قلت برضو ان هو عمل حاجات وجاب حاجات من كل يعني برضو. كابتن حازم مظبوطه ازاي؟ من كولومبيا مع المنتخب مظبوطه. وعندك 35 واحد اعضاء البعثه عارفين الكلام ده. مظبوطه ازاي؟ يعني ازاي مظبوطه دي؟ اللي شال الشنطه واللاعب اللي شال الشنطه وعامل غرف خلع الملابس اللي كان معاه الشنط هو اللي قال. وكل الناس عارفه القصه ديت على فكره يا كابتن حازم. الوسط الرياضي كله عارف اللي انا بقول عليه ده. هو بس الراي العام اللي ما يعرفش. لكن الوسط الرياضي من يوم ما حصلت لحد النهارده بنتكلم فيها كل يوم. وبنضحك فيها وبنتكلم. الحادثه بتاعت جنوب افريقيا لما كان في احد لجان الاتحاد الافريقي وساب اللجنه وجه على مصر عشان يقدم برنامج وساب اوضته عدم ازعاج على الباب بره، واكتشفوا ان هو في مصر بيقدم برامج، وبعدين راحوا باعدينه عن اللجنه وطلبوا استرداد المبالغ اللي هو انت طالب التحقيق في الحاجات دي كلها يا حماده ولا في حاجات ثانيه؟ يعني هل الحاجات دي من زمان اعتقد بقى لها فتره يعني؟ دول الواقعتين. لا ما هو اصل كابتن مجدي للاسف خد قرار استبعاد سيد احمد عامل غرف خلع الملابس من اسبوعين. بينما هو الحادثه دي هو بيقول ان هو عمل فعل فاضح في كولومبيا. طب اللي عمل فعل فاضح في كولومبيا يتحاسب يوم ما رجعت من كولومبيا في التقرير بتاعك ولا يتحاسب بعدها ب7 اشهر؟ ده رجعوا من زمان قوي فعلا. يعني هو من اسبوعين بس بيتحاسب على من ساعه ما رجع من كولومبيا؟ بالظبط. هو بيقول ان هو عمل فعل فاضح في كولومبيا. طب اللي عمل فاضح في كولومبيا يتحاسب ليه؟ لان هو كان ساعتها اللي شايل السيجاره فما يقدرش يشيله ساعتها، لكن بعد ما الموضوع مات شويه راح جاي شايله. يا كابتن حازم انا يعني انا لا ثورجي ولا بحب اعمل
بروموجندا في القنوات الفضائيه. انا قليل الظهور في القنوات الفضائيه الا في الحق. يعني في موضوع الجزائر انا اللي طلعت وقلت رسمي احنا مسؤولين عن ضرب الاتوبيس واحنا كنا ندير بالاقتصاد الجزائر. ما فيش في الحق، ما فيش حاجه اسمها نص ونص، لا حقاني لا مش حقاني. انا في الموضوع دوت حقاني، وانا عارف كويس قوي ان انا عندي حق في اللي انا بقوله. طب حماده، يعني انت طلبت من اتحاد الكوره يحقق معاك ولا من الشباب رياضه؟ طلبت من اتحاد الكوره وحاولين للتحقيق، ويوم السبت هقدم جواب رسمي لرئيس المجلس القومي للرياضه التحقيق معايا، لان انا مش هرضى يتحقق معايا من اتحاد الكوره بس. انا عايز اتحاد الكوره والمجلس القومي عشان يبقى بصفه رسميه، عشان لو اثبت المجلس القومي واتحاد الكوره الشؤون القانونيه اللي انا قلته صح يبقى يعاقب مجدي عبد الغني. بشكرك يا حماده. يعني انا كنت عايزك توضح وجهه نظرك. طبعا بشكرك شكرا جزيلا على وجهه نظرك ان انت بتوضح انت هيتحقق معاك ليه، وانا يعني انت اللي طالب التحقيق عشان الناس انت عندك حاجات عايز تقولها. انا يعني اتمنى كابتن مجدي عبد الغني لو سمعنا يخش يرد، لو ليه حق الرد طبعا بنكن له كل احترام.